بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. النهاردة معادنا مع تمجيد ومعجزات للقديس ماري مينا العجيبي. أفتح فاي بالأفراح وأرتل بالتسبيح. السلام لماري مينا شهيد يسوع المسيح. بإرادة الله أبدأ أخبركم عن هذا المبرور. أصله كان جندي بطل قوي وغيور. أم أوفومية كانت امرأة عاقر، طلبت من نقية العذراء أم القادر، أجابت لها طلبها وقالت لها أمين، فرزقت بولد هو ماري مينا الأمين. كبر هذا الطاهر وتقدم في الجندية، وكان عالم ماهر في العلوم المسيحية، وكان محب للإله موصوف بالشجاعة، مداوم الصوم والصلاة وملتحقا بالوداعة. ودعي هذا المختار لعبادة الأوثان، فاعترف بإجهار أنا عبد للديان، وتركت الأرضيات وكل ما فيها، وطلبت السمائيات محبة في بريها. طوباك يا مختار يا ابن أودوسيس، يا من قهرت الأشرار أولاد اللعين إبليس. السلام لك يا بطل يا رئيس كل الشجعان، السلام لك يا بطل يا مزيل كل الأحزان. السلام لماري مينا صانع كل عجايب، والسلام لماري مينا مانع كل مصائب، مشهور بالعجايب دون سائر الشجعان. أسألك تشفع فينا يوم نصب الميزان. عجايبك كتيرة جدا أيها البطل المحروس، لا يحصى لها عدد أيها البطل المحروس. نلت 3 أكاليل من الرب القدوس بفرح وتهليل أيها البطل المحروس، 1 للشهادة و1 للبتولية، أما الثالث لأجل انفرادك في البرية. طوباك ثم طوباك أيها الحبر المانوس، والملائكة ترتلك أكسيوس أكسيوس. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله قديس ماري مينا العجيبي أعنا أجمعين. وكمان في معجزة حلوة لفتاة كانت دايما رجليها الشمال تعباها جدا، ومع الوقت مش قادرة تدوس عليها، حتى إنها كانت بتشعر بألم شديد حتى وهي قاعدة وتلفت وتروح وتيجي، والألم بيزيد مع الوقت. فتشفعت بالقديس ماري مينا والبابا كرولوس، وقالت له يا شهيد الله يا عجيبي اتشفع فيا، أنا رجليا بتوجعني ومش هنام الليلة غير لما انت تعمل معايا معجزة وعجيبة من عجايبك زي ما انا قريتها في كتاب المعجزات. وفضلت صاحية ومرضتش تنام حتى غلبها النوم في الفجر وتعبت جدا. وبعد كده لما قبل ما تنام رشمت رجليها الشمال تعباها ديت بزيت قديس ماري مينا العجيبي، وقامت لقت نفسها بتقدر تتحرك عليها بدون ألم بدون معاناة زي كل مرة، وفضلت تمشي عليها وصارت انها تمشي كمان وكمان، فلقت الألم مش موجود نهائي، وده ببركة وصلوات الشهيد ماري مينا العجيبي. وكمان في راجل كان هيعمل عملية في الكلى، فكانت حصوات كتيرة موجودة وكان بتسبب له ألم، حتى ان الدكتور قال له لازم يبقى في تدخل جراحي. لكن قديس ماري مينا وشهادته العجيبة بيتشفع فينا كلنا، واخد من زيت ماري مينا ودهن مكان الألم يا شهيد الله يا قديس ماري مينا يا عجيبي اشفع فينا ببركة صلواتك قدام ربنا، وبزيتك المقدس هدهن وهتكل عليك في المعجزة دي. وفعلا حس بحرقان شديد جدا ودخل الحمام ولقى الحصوات بتنزل بعجوبة شديدة، حتى ان الدكاترة قالوا ان ده ما كانش يقدر ينزل الا بالجراحة. اكيد حصلت لك معجزة كبيرة، وده كله بفضل وصلوات الشهيد ماري مينا العجيبي. ببركة صلواته تكون معاكم ومعانا امين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلوبكم بكل غالي. وبالشهيد ماري مينا العجيبي والبابا كرولوس تكون معاكم، وأمنا العذراء صلواتها أمين. واذكرونا دايما في صلواتكم، وبركة صلوات القديسين تكون معاكم وتشفع لينا وليكم أمين يا رب.